بونسوار البنات، اليوم جبت لكم وصفة البان سويس بزاف بنينة، تجي طرية من الداخل ومن برا مقرمشة. ان شاء الله تجربوا الوصفة وتعجبكم. نبدو بسم الله الوصفة تاعنا. هنا جبت هذاك المورسو اللي بقالي اللي كنت محتفظه به في الكونجيلاتور، اللي بقالي من الوصفه تاع الكرواسون. تما هذه عجينه مورقه كنت محتفظه بها في الكونجيلاتور. وهنا جبت هكا يبان لكم، جبت زبيب، كبيت عليه الماء زهر وغادي نخليه ينتفخ شويه، ومن بعد هذاك الماء زهر ما تقيسوش، عاودوا رجعوه في القرعه عادي، هذا غير زبيب نورمال. دروك نقدبوا العجينه تاعنا، نديروا شويه فرينه في البلان طرافاي، ندردروا عليها هي تاني شويه فرينه، ونحلوها على شكل مستطيل. كي تحلوها مستطيل حلوها رقيقه ما تغلضوهاش. هنا جبت شويه كونفيتور، انا كونفيتور تاعي كان ثقيل خففته بشويه تاع الماء، كي ولا هذا هو القوام تاعه غادي نديره. تقدروا في هذه المرحله اللي ما بغاتش دير كونفيتور تقدر دير لا كريم باتيسير، ديروا لا كريم باتيسير عادي غوفاني وديرها هنايا هكا، تخليها تبرد ومن بعد ديرها. واللي ما عندهاش الكونفيتور وما بغاتش دير لا كريم باتيسير تقدري ديري الحسل، بصح من الاحسن ديري الكونفيتور. كي تديروا الكونفيتور ما ديروش في الاطراف هكا، ما ديروش باش كي نلووها ما تغبناش وتقعد تدفق لنا، ما تجيش غايه. دروك جبت هنا قطعت شويه شوكولا بهذه الطريقه، وجبت شويه زبيب. هذا الزبيب اللي صفيته اللي كان في المازهر صفيته مليح خليته كتر شويه وجبته. اللي تبغي دير غير زبيب دروك نبدو نلوو. بهذه الطريقه نجو هنا نقفلوها مليح. هاد الجهه دائما الجهه اللي نقفلوها نديروها من التحت، نقفلوها مليح ونديروها من التحت. درناها من التحت. دروك من الافضل تجيبوا خيط درته على زوج بهذه الطريقه هكا تسهنا ونقسم به، خير من الخدمي يقسم لكم يجوا الحبات تاعنا متحوفين ويجوا شابين. هنا الحبات تاعكم اللي يبغوا بالقياس ديروا فيها 3 سنتيم، هذيك هي ما تجيكم لا صغيره ما تجيكم كبيره. نديروا لها هاك ونحطوها في السنيد تاعنا. انا غادي نستفهم هنا ومن بعد نديروهم في السنيد فيه ورق الطهي ونخلوهم يخمروا مليح، ما تتقلقوش عليهم، خلوهم يخمروا مليح ونطيبوهم على 170 درجه. نديروهم في الوسط. اللي تبغي ديرهم يخمروا في الكوشه كيما موالف نقولكم، تسخن الفرن تاعها ومن بعد ديرهم من بعد تطفيه وديرهم يخمروا فيه. كي تكمل كي يخمروا تعاود تجبدهم، تشعل الفرن تاعها تخليه يسخن مليح، تخليه يسخن شويه وتعاود تطيب فيه. نكملوا بهذه الطريقه. نورمالمون الفيديو راه واضح. نطبزوهم شويه ونستفوهم في البلا.
هنا هذه هي الكميه اللي جاتني 11 حبه هذاك المغسول اللي كان عندي. دروك جبت حبه عبيض ضربتها، ما زدت لها والو، ونطليهم من الفوق. نطلوهم قبل ما يخمروا، ونعاودوا نطلوهم للمره الثانيه كي يخمروا. صاي البيض غادي نطلوه 2 خطرات باش يعطينا هذيك التحميره وهذيك التقرميشه من الفوق. يجوا بزاف شابين، يجوا بنان البنات، غير جربوهم. انا يعجبوني هاد البان سويس، يعجبني بزاف، يجي بنين. هاد الطريقه. وكي ديروا الحبات ديروهم متباعدين باش كي يخمروا ما يتلاصقوش. دروك نديرهم، انا راني شاعله الفرن تاعي يسخن، غادي نطفيه وندخلهم يخمروا. كي يخمروا مليح نعاود نرجع معكم. ها هو البان سويس تاعنا بعد ما خمر. دروك نعاودو ندهنوه بالبيض. ودرت الفرن تاعي يسخن واحد 10 دقائق هكا، وندخلوه يطيب على 170 درجه. هذه هي النتيجه بعد ما خرجناه من الفرن. شوفوا شحال جا شباب البنات، جاي هبل. نتمنى تجربوا الوصفه، وما تنسوش تدعموني على قناتي. راني نتعب باش ندير لكم لي فيديو وباش نفهمكم. نتوما تاني ما تنسوش ديروا لي جيم وديروا لي ابوني باش نضل نصور باطل. وهذه هي النتيجه النهائيه البنات، جات بنينه ما تامنوش. ان شاء الله تجربوا الوصفه وتعجبكم، صحتكم شهيه طيبه. نقسم معكم حبه تشوفوها من الداخل كيفاش جات.